مرة أخرى يفرض على المغرب الرياضي الفاسي واقع غير مقبول، تعطل فيه مصالح الفريق وتضرب توازناته في العمق رغم التضحيات والصبر الذي أبان عنه مكونوه وجماهيره. فبعد استغلال المركب الرياضي بفاس لاحتضان تظاهرة قارية، كان من المفترض أن يسترجع الفريق ملعبه ليستأنف نشاطه في ظروف طبيعية، غير أن قرارا جديدا جاء ليقصي النادي من حقه المشروع في الاستفادة من ملعبه عبر برمجة كأس إفريقيا للسيدات بمدينة فاس، ما يعني عمليا حرمان الفريق من ملعبه لفترة قد تمتد إلى شهرين كاملين. هذا الوضع لا ينعكس فقط سلبا على الجانب الرياضي، بل يضرب أيضا الاستقرار المالي للنادي بحرمانه من مداخيل أساسية تقدر بحوالي 150 مليون سنتيم عن كل مباراة، وهو ما يثقل كاهل الفريق دون أي مبرر منطقي. إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا، خصوصا وأن تنظيم هذه المنافسة كان مبرمجا بمدينة الرباط، وفاس ليست فضاء لتعويض الاختلالات ولا محطة مؤقتة. فحين يكون المغرب الرياضي الفاسي طرفا في المعادلة، فإن مصلحة الفريق وحقوقه وجماهيره يجب أن تكون فوق كل اعتبار.